صباح الفل. النهارده ان شاء الله هنعمل بيتزا من غير اي نوع دقيق خالص ومن غير مواد دهنيه كمان خالص. هنعمل بيتزا بمكون احنا كنا استخدمناه قبل كده وعملنا منه كب كيك اللي هو بتاع الكرنبيت. هنعملها بيتزا بالكرنبيت. صدقوني مش هتحسوا بطعم الكرنبيت خالص، ان في ناس كثيره مش بتحبه، مع انه مغذي ومفيد جدا جدا وقيمته الغذائيه كمان عاليه قوي، خصوصا ان احنا كمان هندخل فيه خضار وهندخل فيه بروتين، فهو ممتاز جدا وينفع جدا لاي نظام صحي انت عاملاه، اي دايت انت ماشيه عليه ده ممتاز جدا، وكمان بيشبع قوي قوي. هقول لكم على السعرات الحراريه كمان الموجوده في البيتزا كلها. اول حاجه هنجيب الكرنبيت وهنبتدي ان احنا نقطعه قطع صغيره خالص صغيره خالص، يعني كانك عادي بتقليه. وهنكون في الوقت دوت محضرين ميه سخنه يكون فيها ملح وفيها كمون عشان انزل فيها في الكرنبيت ده. انا اصلا كنت عاملاه قبل كده وكنت مفرزاه، بس دوت يعني الفيديو اللي فات كان عاملين فيه كب كيك اللي هو الكبات الكرنبيت، وكانت لذيذه وتحفه جدا وعجبتكم كمان. نبتدي ان احنا نقطعه حتت صغيره على قد ما نقدر. تمام، ده احنا هنسلقه، بس هنسلقه زياده شويه عن ما احنا مثلا بنسلقه لما بنقليه بنكون مطلعينه جامد شويه، لا ده هنا بنسلقه بيكون يعني بنخليه ان هو يتهرى خالص، بحيث لما اجي اهرسه ما ياخدش معاكي وقت، يعني حتى بالهرسه عادي مش في الكبه ولا حاجه. الميه السخنه اهي فيها ملح وفيها كمون، هنزل فيها الكرنبيت بالظبط ياخد 6 دقايق او 7 دقايق. اول ما يبتدي ان هو يكون طري خالص تبتدي تمسكيه بايديكي تلاقيه ان هو طري جدا، يعني ان هو هرسه صغيره كده تلاقيه خلاص اتهرس معاكي. شايفين المنظور عامل ازاي؟ هبتدي ان انا احطه على مصفى، لازم يتصفى من الميه بتاعته كويس جدا جدا، حتى لو ضغطتي بايديكي تنزلي الميه اللي فيه خالص بيكون مهروق. شايفين شكله بيتهرس كده بمنتهى البساطه. انا استنيت عليه الدرجه، طبعا ما خدتش الكرنبيتيه كلها لان انا كنت عملت بيها قبل كده وصفه، وده كان بقيتها كنت حاطاها في الفريزر. وهنزل شويه بهارات بقى اللي انت حباها بقى، ملح فلفل اسود بابريكا 7 بهارات اي نكهه انت حباها، توم بودره، ومعلقه كمان كبيره من البيكنج باودر. وهبتدي ان انا اهرسهم كويس جدا جدا جدا، ما اخليش فيها كتر خالص لان دي بيتزا مش عايزه فيها اي حاجه متكتله خالص. وهنزل بضايه، دي اختياري، عايزه تضيفيها بتعلي القيمه الغذائيه وبتديكي بروتين كويس اوكي، مش عايزه براحتك. هنزلها اهو، كنت حاطه كمان عليها رشه فلفل اسود وبس كده. هي دي مكونات البيتزا. ممكن بقى ان انت تربطيها بمعلقه نشا او معلقه دقيق او معلقه دقيق شوفان عشان تكون ماسكه شويه وتعرفي تفرديها كويس. البيتزا دي مش عايزه اقول لكم طريه جدا وهشه وخفيفه وسريعه كمان جدا جدا. قلنا معلقه دقيق او معلقه نشا او معلقه دقيق شوفان. وهبتدي ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض. هنا الحشوه انا هحطها لحمه مفرومه متعصجه عادي، متعصجه من غير دهون. وبنزلها في صينيه مدهونه مثلا بدهنه زبده او دهنه زيت عشان ما تلزقش. وهبتدي ان انا اضغطها كويس قوي قوي. ودي صلصه البيتزا، صلصه بيتزا عادي زي الصلصه اللي انتوا بتعملوها. والحشو بقى زي ما انتوا حابين، انا هنا حاطه لحمه مفرومه، تقدروا تستغنوا عن الحشوات خالص وتكتفوا بالخضار بس براحتكم. رشه جبنه موتزاريلا من تحت كويس كده، يعني رشه بسيطه، والباقي كله هنحطه على الوش. دي جبنه موتزاريلا طبيعي من لبن طبيعي، ممكن تجيبوها خالي الدسم، بقت موجوده ومتاحه في كل مكان دلوقتي عادي، والسعرات كمان بتاعتها مش عاليه خالص. هتخش على اعلى درجه فرن عندك، مش هتاخد بالظبط ربع ساعه. اول ما بتدخليها بتسيبيها كده وقت 5 دقايق او 7 دقايق، وبعد كده بتوطي النار شويه. تعرفي ان استوت ازاي؟ تلاقيها من وشها من فوق احمر، والجبنه بتاعتك خلاص يعني بقت لونها احمر، عشان تتاكدي ان هي استوت كويس. طب لو انت مش حاطه جبنه هتبصي على انا بشغل النار عندي من تحت بس مش بشغلها من فوق من تحت، هتبصي على الصينيه من تحت هتلاقي ان هي اخدت لون غامق سنه. هي كمان يعني يعتبر كل حاجه مستويه فمش بتاخد وقت خالص. وصفه سهله وسريعه ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. كنت معاكم اسراء طارق، سلام عليكم.